زواج المسلم من المرأة الكتابية بهذا الزمن الحاضر. نعم. والسؤال الآخر، نحن الآن في مشكلة، سبحان الله. نحن في أوروبا ونصلي الصلوات الخمسة على توقيت أحد مشايخ دولة النمسا، هو من طلاب العلم المتقدمين، كان يدرس عند الشيخ الألباني رحمه الله. على كل حال، وهو على ذمته قال إنه هذه الأوقات هي الأوقات التي أدين بها أمام الله سبحانه وتعالى هي الصحيحة. طيب، المشكلة الآن المسجد اللي كنا نصلي فيه ما نقدر نصلي فيه بعد، قالوا خلاص أنتم توقيت العشاء متأخر واشتكوا ناس لازم تصلون في غير مكان. كيف نصلي الآن؟ نترك الجماعة في المسجد ونصلي في البيت، ولا نمشي على صلاة الغالبية الكثيرة يعني في البلد؟ بارك الله فيكم. الله يبارك فيك. لكن الآن أنت توقيت النمسا وغيره ما يغيب الشفق الأحمر يا الغالي، فما في وقت أصلا للعشاء. نعم، الآن لا، الشفق الأحمر ما يغيب يا طيب. نعم، كلامكم صح، لكن حنا الكلام اللي أخذناه الأخير الأصملي مثل ما يقولون البدو من كلام الشيخ. أنا معاك مع كلام الشيخ وعلى عيني وراسي هذا الكلام، لكن أتكلم أن الوقت الموجود المحدد للعشاء تمام لا يعتمد. لماذا؟ لأن أصالة الشفق الأحمر ما يغيب، فلماذا تعتمدونه؟ طيب نعتمده لأنه هو يعني حبيبي أنت فهمت السؤال. نعم، الشفق الأحمر ما يغيب يا الغالي، فإذا صليت الساعة 10 لو 11 لو 12 كله نفس الشيء، لو بالوحدة نفس الشيء يا الغالي، فلماذا تضيقون على أنفسكم؟ بارك الله فيك. يعني عادي، لا بأس نصلي 10:30 أو مثل توقيت الغالبية. ما في حرج يا شيخ، ما في حرج. وأصلا ما يعتمد أي وقت في مسألة غياب عدم غياب الشفق الأحمر، لأن أصلا الشفق الأحمر لا يغيب. طيب ليش أعتمد الساعة 11 ما أعتمد الساعة 12؟ هو قال رأيته رأي عين 3 سنوات، هو يعني ينظر للتوقيتات رأي عين فوق جبل. ما له شغل رأي العين ولا رأي حتى صمصوم الدماغ، ما له علاقة. الشفق الأحمر ما يغيب، فما في منفعة أنه يطلع ويشوف رأي العين. الشفق أحمر ما يغيب، شو يشوف؟ يعني هي هذه الحجة الدامغة أنه خلاص ما في غياب شفق أحمر. لو قلت لي يغيب فهو قطعا هنا في علامة للعشاء، أقول لك صح، يطلع واحد يشوف العلامة، تبدأ نعم، هنا يطلع يشوف ويجتهد، لكن ما يغيب الشفق الأحمر. كمن واحد يقول سأنظر وقت الظهر في آخر الأرض، وهو أصلا الشمس ما تغيب 6 أشهر ما تغيب. شو يشوف الظهر؟ على أساس يشوف الظهر كيف بالزوال؟ كيف هو الشمس واقفة؟ شو يشوف أنت؟ وضحت؟ عندنا أيضا مشكلة في توقيت الظهر، سبحان الله. يعني التوقيت العام الأمر الظهر يسير، الأمر يسير إن شاء الله. خلينا نرجع على سؤالك الأول، مسألة الزواج من الكتابية. عندنا مشكلة كبيرة بهذا الشيء شيخ ياسر. مسألة شنو؟ زواج الأخوة من الكتابيات بهذا الزمن الحاضر من غير ضوابط شرعية. أنا كتبت مقالة كبيرة ومترجمة حتى باللغة اللغة الألمانية، والإخوة ترجموها وموجودة بالهولندية وبالفرنسية وترجمت إلى لغات كثيرة، اللي هي آفات الزواج من الكتابية. ضابط ذلك في الغرب أن تكون محصنة، تمام؟ وهذا الأمر هل يوجد؟ والله الأخوة يسمعون، تقريبا 25 أخ موجودين في البث الآن يسمعون. حلوين ما دام 25 واحد معاك أنا أكثر من مقطع عندي، ويجون هنا بالجامع يجني من هي أصالة كتابية ثم تدخل الإسلام تصير مسلمة. نحن حتى المسلمة الجديدة ما ننصح بها، المسلمة الجديدة دخلت الإسلام ما ننصح بها. لماذا؟ حتى يحسن الإسلام ماله، تتعلم وأمور كثيرة جدا، ونعرف هذا الأمر. شاهدنا يا الغالي.
أن الآفات كثيرة جدا. من الآفات لمن كان عاقلا اللي هو ما يركض ورا الشهوة مالته، يعني نتكلم مع العقلاء. الآفة الأولى أن المرأة إذا أنجبت فالأولاد راح تأخذهم هي قولا واحدا. تمام. ثم الأمر لا، راح أقفز إلى الأمر الجديد، راح أقفز مباشرة إلى أمر جديد وكتبته آخر المقال. عندما استجد وجه هذا القانون كتبت أنا إنه المرأة الكتابية إذا تزوجت بها كتبت العقد المدني وسجلته، لها حق إنه إذا متت أنت تحرقك. نسأل الله السلامة والعافية. تعطب عظامك. هذا إيش؟ هذا كتبته بالجسم، كتبته القانون جديد هذا. ووحدة يعني كانت شوية فيها عقل، كانت إيرلندية، تزوجها واحد من اليمن من الشباب، كانت نوعا ما كما قلت لك فيها نوع عقل شوية، وعيالها كانوا مسلمين وقنعوها، إلا أنها أبت إلا تخلي العلم الإيرلندي على قبره، يعني على شو اسمه على التابوت ماله، حاطين تابوت شو اسمه المربع هذا اللي يسوون النصارى، وهذا مكروه معروف في الغرب، لكن هذا عندهم قانون. حطت العلم الإيرلندي، يعني قلنا يلا عمي ولا تحرقه، يعني أخف الضررين كما في القاعدة الفقهية. نعم. تمام؟ نعم. طيب هاي الآفة الثالثة اللي هو أنها تخرج متبرجة. هل تستطيع منعها؟ طبعا ما تستطيع. واحد يقول هذا مما ذكره الفقهاء مدري. أنا أقول لك مسألة الجواز مسألة الجواز، أنا أقول لك هل يجوز لك أن تأكل كل يومية 13 بيتزا؟ جائز شرعا؟ جائز شرعا، لكن هل هذا يفيدك صحيا؟ لو يضرك؟ ما يفيد صحيا، والله يضرك. بعضهم يقول لك لا والله أنا ما أكل. هذا نفس الشيء. هل يجوز أنه الإنسان يتزوج بمتبرجة في شو اسمه عند بعض الفقهاء وقالوا بالجواز، لكن هل تقبله أنت من ناحية على نفسك إنه كل واحد ينظر إلى زوجتك ويتلمح وينظر إلى ملامحها وجسمها يرسم رسم إلى آخره؟ شنو من عقلية عندك؟ أنا ما أدري، على العموم أنا ما أعرف هاي العقلية الموجودة عند بعض الرجال. هاي الآفة. بعد أذكر آفات لو كافي. نعم أي والله، نسأل الله أن ينجينا من الآفات والفتن. في آفة، وبعضهم من طلاب العلم عفى الله عنهم يناقشني بهاي المسألة. بالله عليك في مسألة ذكرها الفقهاء اللي هي مسألة غسل الجنابة. نعم. يعني الكتابية العلماء ذكروا هل لك أن تأمرها بغسل الجنابة أو لا؟ بعض الفقهاء قالوا يأمرها بغسل الجنابة وتطيعه على في مسألة غسل الجنابة يعني بعد الجماع. بعض الفقهاء قال لا، هذا أصلا الكتابية غير مخاطبة بفروع الشريعة. هذا ما نناقش هذا الأمر، لكن أنا كرجل تمام، بغض النظر عن خلاف الفقه الموجود ما بين الفقهاء، بعضهم من قال أنك تأمرها بغسل الجنابة، وبعضهم قال لا يحق لك ذلك. أنا أقول بأن الرجل من حقه أن يأمر الكتابية بغسل الجنابة. تمام؟ نعم. لأنه له القوامة. الآن الكتابية ما تعترف بمسألة أنك قوام، ولا تعترف أنك لك الكلمة وعندها الحياة مشاركة، والحياة الموجودة الإدرامية الموجودة بالسوشيال ميديا، فبعيد جدا. أنا أدري لماذا بعض الإخوة يتزوج، أنا أعرف هذا الأمر. أولا لأنه ما يحب المسؤولية، فالكتابية صارت لا مهر ولا هم يحزنون، تعالوا زواج أصلا ما يطول حتى شنو ساعتين. أنا يجون هنا للجامع قل لي بالله عليك بسوي لنا عقد. والله حصل زواج قبل سنتين، مقطوع لي كلامك معذرة شيخ، معروف، جزاكم الله خير. طول عندنا زواج نصف ساعة، هم في الطريق والله قالت رجعني المسجد ما أريدك. أدري، أعرف هذا الأمر، أنا أدري بهذا الأمر يا شيخ ومروا علي، لكن الرجال الآن ليسوا رجالا إلا ما رحمه، ليسوا رجالا. كل رجال تكضه تلقاه بطقة يعني. السؤال الأخير جزاكم الله خير شيخ ياسر، ما تمشي بالراس الشارع. تفضل.
كنيتكم ما هي كنيتكم شيخ ياسر؟ ابو حمد انا. ابو محمد جزاكم الله خير. حمد نعم ناصر حمد ابو حمد. ابو حمد، ونعم والله ابو حمد. شيخنا طيب بارك الله فيكم. ما هو المشكل الحقيقي في نسوية المسلمات في أوروبا، سواء كانت المسلمة اللي كانت يعني على غير دين الإسلام أو التي جاءت من بلاد الإسلام وجاءت إلى أوروبا أصبحت نسوية بحتة؟ موضوع طويل يا شيخ، لكن ما أريد أفصل به يا شيخ، لكن موضوع طويل، رؤوس أقلام حتى نسمع. أنا متكلم حول هذا الأمر أكثر من مرة.